بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده معانا ملحمة عملها جمهور النادي الأهلي في السعودية. 30% نزلوا كمرحلة أولى لتسجيل مباراة الأهلي مع الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي. 30% نزلت بس كمرحلة أولى. بسم الله ما شاء الله. 30% خلصوا في أول 7 دقايق. ومع ذلك في 1.5 مليون مستنيين ترانزيت على المرحلة الثانية. مستنيين التذاكر تنزل المرحلة التانية عشان يبدأوا حجز، وبصراحة تقريبا ابتدوا يوقعوا الموقع بتاع الاتحاد الدولي. تاني حكايتنا النهاردة عندنا كابتن حسين لبيب مع الإعلامية لميس الحديدي. بصراحة يعني هو شرح البرنامج الانتخابي بتاعه اللي هو متكون كله على كهرباء وفلوس كهرباء. واضح ان البرنامج الانتخابي في اي عضو نادي الزمالك هو كهرباء. ويلا نبدأ. عايزين بقى في عندنا تحذير مهم جدا عايزين نقوله لمجلس اداره النادي الاهلي. في بعض الشركات السعوديه منزله على المواقع والسوشيال ميديا ان في تذاكر موجوده عندها لمباراه الاهلي، وبتحس جمهور الاتحاد ان هو يحضر مباراه النادي الاهلي اهم عندهم من مباراه اوكلاند. طبعا الشركات دي ابتدت تنزل على مواقعها ان في تذاكر موجوده عندها. بصينا في التعليقات لقينا حاجات غريبه، يعني لقينا ناس داخله بتقول متشكرين جدا تم الحجز. انا حجزت 3 تذاكر، انا حجزت 5 تذاكر، ولقينا اعداد تذاكر بتطلع لفرد واحد بكميات. يا ريت مجلس اداره الاهلي ياخد باله من الموضوع دوت، لان كده ممكن يبقى في حاجه بتتعمل ان جمهور النادي الاهلي ما يحضرش المباراه او يكتفوا باعداد قليله جدا من جمهور النادي الاهلي. يا ريت مجلس اداره النادي الاهلي ياخد باله من الموضوع دوت، لان الموضوع فعلا على السوشيال ميديا كتير جدا، واغلبيه او بعض الشركات السعوديه بتعمل الموضوع ده. نيجي بقى للكابتن حسين لبيب وظهوره مع الاعلاميه لميس الحديدي. تاني يوم على التوالي الكابتن حسين يظهر في برنامج تلفزيوني ويتكلم عن برنامجه الانتخابي اللي هو مكون كله من غرام الكهرباء وسير الكهرباء والكلام على كهرباء. هو كابتن حسين لبيب واضح ان هو عارف يوصل للحته العاطفيه في نادي الزمالك. مش حته عاطفيه، لا، هو عارف كويس ان نادي الزمالك بيكره النادي الاهلي اكتر ما بيحب نادي الزمالك. بيحاول يوصل لهم من الحته ديت. اتكلم عن غرام الكهرباء واتكلم قد ايه ان مش هيقسط فلوس كهرباء عايزها مره واحده، مش مهم عنده اي حاجه، المهم ان فلوس كهرباء تتاخد مره واحده. وده طبعا احنا كلنا عارفين ان هو دوت الحل الوحيد اللي يرضي جمهور نادي الزمالك. تاني حاجه كابتن حسين لبيب مع الاعلاميه لميس الحديدي شرح لها قد ايه ان مش فارق معاهم ان كهرباء يلعب، قد ايه مش فارق معاهم. ممكن كهرباء يعتزل ومش عايز الغرامه، مش عايز الفلوس اللي ممكن تسد جزء كبير جدا من ديون نادي الزمالك. احنا عارفين قد ايه ديون نادي الزمالك لجهات متعدده، اتحاد دولي، اتحادات مصريه، ضرايب، تسجيل لاعبين، فلوس نفسها للاعبين ومدربين مشوا وجم. مش مهم عنده كل دوت. المهم عادي ممكن كهرباء يبطل كوره بس ونادي الزمالك ما تاخدش فلوسه، عادي مفيش مشكله. حسينا من كلامه ان هو فعلا كهرباء عامل عقده كبيره قوي نادي الزمالك. يعني في حديثه بيقول انا ساعد او نادي الزمالك يساعد كهرباء ليه؟ هو اللاعب جه على نادي الزمالك، هو اللاعب ساب نادي الزمالك، انا ساعد كهرباء ليه؟ رغم ان هو في الواقع هو مش بيساعد كهرباء، هو بيساعد النادي ان هو يوجد له دخل تاني ويساعد بيه النادي، مش بيساعد كهرباء. الاستاذه الاعلاميه لميس الحديدي سالت كابتن حسين سؤال مهم جدا. في حاله اذا ما فاز برئاسه نادي الزمالك، ايه موقف التعصب بين الفرقتين؟ يعني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ هو بصراحه كابتن حسين رد سؤال دبلوماسي، يعني رد اجابه دبلوماسيه. قال في حاله اذا ما جاش احد الفريقين على حق الفريق الاخر الحاله هتبقى تمام. بس هو بصراحه مش باين كده، يعني هو باين ان في اول مشكله ان الدنيا هتتعقد تاني والدنيا ممكن ترجع زي ما كانت قبل كده. كده انتهت حلقتنا النهارده. متنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد من قناتنا. في اخر الكلام، سلام.